يا مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في البداية كده وكالعادة نصلي على النبي الأول عليه أفضل الصلاة والسلام. معايا حلة وهنحط فيها شوية زيت حلوين كده ومعلقة من هريسة التوم. أول ما الريحة بتبتدي تطلع هننزل بعصير الطماطم، بس هنصفيه. عايزة المكرونة بتاعتك تبقى حلوة ورايقة والصلصة بتاعتها رايقة وحلوة، صفيها في المكرونة بالذات. كده انا صفيتها. هنزل انا بقى ب3 معالق من معجون الطماطم، 3 معالق بس مش مليانين قوي، يعني معلقتين كبار حلوين. هحط شويه فلفل اسود، انا بحب اكتر كزبره ناشفه في المكرونه بالذات، بتبقى ريحتها حلوه قوي في المكرونه. انا حطيت فلفل اسود وكزبره ناشفه وكمون وملح، بس ما حطيتش حاجه تاني. والكزبره الناشفه بتبقى ريحتها جميله جدا في المكرونه. معايا صدرين من الفراخ، صدرين كبار حلوين يعني، هقطعهم كده. انا يعني يا دوبك قسمت الصدر كده نصين بس، ما رققتش بقى، اصل يعني ايه، زي ما انتوا شايفين كده قدامكم اهو. وعشان الصدر برضو كان كبير شويه وكان لسه برضو ايه يعتبر كان لسه متلج قوي، يعني لسه ما كانش فك تماما من التلج خالص يعني، فكان صعب في ان انا بقى اعمله، بقطعه بالسكينه زي ما انتوا شايفين كده. فانا قطعته وغسلته كويس ونقعته شويه في خل بس عشان اتاكد ان مفيش اي زفره ولا حاجه. بعد كده حطيت يجي معلقتين كبار من صويا صوص، وعارفين التفل اللي طلع من الطماطم، هحطها في التتبيل. معلقه برضو حلوه من التوم، التوم اللي احنا عاملينه مع بعض. معلقتين كبار برضو من الخردل او المستردة. هدمج ده كله مع بعضه وايه واسيبها تقريبا كده ايه على ما اخلص بقى وارجع لها يعني. حطيت في حلة تانية مية، واول ما المية ابتدت تغلى مية وعليها ملح، نزلت انا بكيس المكرونة بتاعي وشوية عليها من المكرونة الاسباجيتي زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده صفتها، ما بغسلهاش تحت الحنفية ولا حاجة، انا بصفيها بس وخلاص. معايا حلة تانية برضه هحط فيها شوية زيت، هنزل بالمكرونة واقلبها تقليبة كده في الزيت، يعني زي تشويحة كده في الزيت. وبعد كده هنزل بالصلصة بتاعتي. بصوا بقى الصلصة بتاعتي مرقة، وانا المكرونة مش سلقاها قوي، يا دوبك سلقة بسيطة. فانا حطيت الصلصة اللي انا عملتها كلها، سبتها حطيتها كلها وهديت عليها لحد ما المكرونة شربتها كلها. فاهمين قصدي؟ يعني المكرونة عندي مش متسبكة قوي، فهي كانت خفيفة، فانا نزلت بيها زي ما انتوا شايفين كده، لان انا عارفة ان المكرونة مش انا مش سلقاها قوي، فهتشربها كلها، هتشرب الصلصة كلها. معايا طبق تاني هحط فيه بيضتين 2، وهرجع ازود كمان بيضتين لان انا كنت بحط 2 ب2 عشان اشوف الكمية. معايا تاني طبق فيه دقيق، هاخد بقى من التتبيلة على طول، والقطع الفراخ او الدجاج في عليها التتبيل هحط في الدقيق، واشيل من الدقيق احط في البيض، وارجع تاني من البيض احط في الدقيق، واضغط بايدي كده زي ما انتوا شايفين، واضغط بايدي، وارجع تاني احط في البيض واحط في الدقيق عادي. مش عايزه تحط المرحله الاخيره تشيلي تاني من الدقيق وتحط في البيض، ما تحطيش. بصي هتاخدي من الخلطه تحط في الدقيق اهو، ماشي. بعد كده هتاخدي من الدقيق تحط في البيض تاني، ماشي. بعد كده هتاخدي من البيض تحط في الدقيق. عايزه تستكفي لحد هنا بقى وخلاص، مش عايزه ترجعي تاني من الدقيق للبيض ومن البيض للدقيق تاني، ماشي، هتعمل لك كفر حلو برضو. مش عايزه استكفي بس بالمرحله اللي انا شلتها في الدقيق ديت قبل ما ارجعها البيض بس. فاهمه قصدي؟ وانا اسفه ان صوتي متغير شويه عشان عندي دور برد بس. يلا اللي وصل لحد هنا في الفيديو يا ريت يعمل اللايك ويكتب لي كومنت حلو كده وقولوا رايكم ايه، ماشي. انا قلت لكم انا بحط 2 ب2، فرجعت اما البيض خلص حطيت كمان بيضتين نوع زي ما انتوا شايفين. هسرع بقى عشان ايه، انا عملت معاكم 2 أو 3، فهسرع الفيديو.
هاخد من التتبيله على الدقيق، ومن الدقيق على البيض، ومن البيض على الدقيق، ومن الدقيق على البيض تاني. عايزه تشيلي بقى تاخدي من التتبيله للدقيق، ومن الدقيق للبيض، ومن البيض للدقيق، بس خلاص استكفي بكده وخلاص. ماشي. هتعمل لك كفر حلو، وهتبقى مقرمشه ومن جوه طريه. طبعا اما بتيجي بقى تحمريها مش بتعلي النار قوي، عشان الفراخ من جوه تبقى طيبه، تطيب معاكي وتاخد من بره لون حلو كده، يعني ولا تعلي ولا توطي. فاهمه قصدي؟ كده انا خلصت بقى. معايا برضو طاسه تانية هحط فيها زيت، هزود الزيت شويه. ماشي زي ما انتوا شايفين كده. هاخد بقى قطع الفراخ بالراحه كده واحط في الزيت. شايفين الزيت لازم يكون سخن، لازم يكون سخن، عشان اما الزيت يكون سخن هيخلي لك البانيه من بره مقرمش، مش هيبقى طري معاكي، هيخليه من بره مقرمش ومن جوه طري. احمر برضو معاكم الكميه. يا رب الفيديو يعجبكم وتكونوا استفدت منه، ولو استفدت منه اعملوا لايك واكتبوا لي كومنت حلو كده، قولوا رايكم ايه. هنديها بس اللون اللي هو الايه، الدهب الحلو ده. شايفين بقى اللي بتبتدي من شكلها من بره يتغير ازاي. شايفين اللون؟ ما شاء الله لونها جميل جدا، وكانت طيبه من جوه ومن بره مقرمشه. مفيش اسهل من كده والله. البانيه سهل جدا، واسرع اكله البانيه والمكرونه. بص يعني الاكله المنقذه زي ما بيقولوا كده. محتاره تعملي ايه وعايزه تعملي اكله سريعه، مكرونه وبانيه. سواء بقى مكرونه بالبشاميل، او مكرونه بالصلصه، او مكرونه بالصويا صوص. صويا صوص اللي هو الابيض ده. المهم ان هي المكرونات كلها سريعه، تعملها على طول بسرعه. شايفين اللون اللي كانت بتبتدي؟ انا كنت بغرز الشوكه كده في القطعه، لو كانت بتطلع ميه كنت اصبر عليها شويه، انما اللي كانت بتبقى ناشفه معايا كنت بطلعها. من بره كانت مقرمشه جدا، ومن جوه طريه وجميله. جربوها وقولوا رايكم بجد، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، وربنا يصلح احوالنا جميعا. ادي المكرونه. طبعا والله الالوان مش جايبه يعني الالوان مش ظابطه، مش جايبه الحاجه بالظبط يعني. بس هي المكرونه حمراء والبانيه اصفر عن كده. حتى تلاحظوا ان الكاتشب برضو باهت شويه، مش عارفه ليه. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، وما تنسوناش بقى في اللايك وكومنت حلو. في رعايه الله، مع السلامه.